صبرة في عز الوجع ما بتشتكيش لحد، رفيقها الكتمان والوحدة وجعها الأكبر. رحلة حورية فرغلي مع عمليات الأنف وسر العملية الأخيرة. حورية فرغلي تخضع لآخر عملية في الأنف، ده كان العنوان اللي تصدر الأخبار ومنصات السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، وبدأت الناس تسأل عن حالتها الصحية، وده بعد ما هي نشرت صورة ظهر فيها الأنف أشبه بالمشوه، واللي زاد التعاطف والقلق عليها الكلام اللي كتبته على الصورة، واللي عبرت فيه عن حزنها الشديد ووجعها في رحلة علاجها. وقالت حورية: هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمد وفي داخلي ألف وجه لا يشكو لأحد. الكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب. آخر عملية اللهم لك الحمد. أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع. وجملة آخر عملية اللي كتبتها حورية خلت الكل يفتكر إنها خضعت لعملية جديدة بعد الأربع عمليات اللي عملتهم في أمريكا من فترة. وحاول عدد كبير من الفنانين دعمها في الكومنتات وعرضوا عليها المساعدة، لكن واضح إن الناس حصل عندها لبس، واتضح إن دي صورة قديمة من آخر عملية أجرتها حورية، وده اللي أكدته في تصريحات صحفية. وقالت إن الصورة دي كانت من 3 سنين ونشرتها للجمهور عشان توريهم شكلها كان إزاي، وإن العمليات اللي عملتها مش عشان التجميل. وخلال 3 سنين عملت 4 عمليات في أمريكا، وخضعت حورية فرغلي عموما لحوالي 32 عملية جراحية في منطقة الأنف. العملية الواحدة كانت بتقعد 12 ساعة في المرحلة الأخيرة، تكلفتها وصلت ل 12 مليون جنيه، بخلاف عملية استئصال الورم والرحم اللي كلفتها 4 مليون جنيه. وبدأت حورية فرغلي رحلتها المؤلمة مع عمليات الأنف بعد تعرضها لكسر نتيجة سقوطها من على الحصان وقت التمرين، لأنها كانت فارسة في منتخب مصر وبتدخل بطولات. ومنها بدأت رحلة العلاج الطويلة اللي استمرت لسنين طويلة. وبدأت الرحلة في لندن مع أول عملية اعتمد فيها الطبيب على إنه ياخد عظمة من الجمجمة وثبتها بمسمار طويل في الأنف، ورجعت تمارس حياتها الطبيعية. لكن بدأ يظهر عليها عدة أعراض زي عدم الشعور بالراحة وتغيير الصوت ومشكلات في التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق تدريجيا. الأعراض دي خلتها تروح لأكتر من دكتور عشان تكتشف إنها عملت عملية مش صح، لأن المناخير بتعتمد على الغضاريف مش العظم، وإن المسمار اللي اتحط جوه المناخير عمل لها عدوى انتقلت للعظم وعملت الآثار الجانبية اللي بتعاني منها. اضطرت إنها تدخل عمليات تاني عشان تتخلص من الأعراض دي، لكن للأسف فشل بعضها. كل ده كان موصلها لمرحلة نفسية سيئة جدا، وبدأت تعاني من فقدان الثقة في النفس والاكتئاب. والمعروف عن حورية فرغلي ملكة جمال مصر إنها واثقة في نفسها جدا وفي جمالها، لكن كل ده اتحطم قدام المراية ومع كلمات التنمر اللي بتشوفها وتسمعها، خاصة تشبيهها بمايكل جاكسون. وفضلت حابسة نفسها في الأوضة سنتين، ده غير صدمتها في اختفاء كل الناس اللي بتحبهم من حواليها ومحدش بقى يسأل عنها. ومع آخر عملية أجرتها بدأت رحلة العلاج النفسي، وإنها ترجع تعيش حياتها تاني وتؤمن بإن كده كده الشكل الخارجي بيتغير مع السن، وإن الجمال جمال الروح، وما بقتش تهتم بالتعليقات السلبية. غير إن الجمهور بدأ يدعمها بشكل كبير، وأعلنت عودتها للوسط الفني من جديد، وتعليقات كتير زي إن لسه محافظة على جمالها وإن روحها الجميلة هي اللي طاغية، وبيدعوها على أفراحهم وبيطلبوا يتصوروا معاها، لدرجة إنها كانت بتستغرب في الأول إنهم في الشارع عارفين وحابين يتصوروا معاها.